بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من قناة الخير أبو عبد الهادي، وحلقة جديدة من الحلقات اليومية أتمنى تعجبكم بفضل الله. إخواتي الأحباب، أتمنى لو كنتوا أول مرة تتفرج على قناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس واللايك الجميل بتاعك وتشجعنا إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويكرمكم جميعا يا رب العالمين. النهاردة ما شاء الله الدورة اليوم 37 يوم، وفي أوزان بسم الله تبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك للجميع. 3 كيلو إلا 100 جرام. طبعا يا أحباب، أنا زي ما عودتكم إن أنا بربي في قلب البطاريات، وبعد اليوم ال 32 أنا ببدأ أحط على علف ذرة. الذرة ده يا جماعة بيسمن ويتقل الفرخ وبيغير طعم الفرخ خالص. زائد بحط كمان على المية بحط عسل اسود، عسل اسود وليمون. واخدين بال حضراتكم؟ بالليل خاصة عشان درجة الحرارة احيانا بتبقى الجو برد بالليل، فانا بحط ليمون وبحط عسل اسود. واخدين بال حضراتكم؟ فالعسل الاسود ما شاء الله ما شاء الله يا احباب بيدي طاقة وفيه من الفيتامينات ما شاء الله. فانا زي ما بعمل بقول لكم يا احباب. طبعا الايام ديت الدورات، اغلبيه الدورات يعني ولا حول ولا قوه الا بالله، الجو برد ومبهدل الدنيا مع الناس ومبهدل حاجات كتيره. طبعا ده رزق ربنا سبحانه وتعالى مقسمه قبل كل شيء، ولكن بشويه اهتمامات ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويرزقك ان شاء الله رب العالمين. طبعا ده ما يمنعش ان انا برضك حصل عندي برضك شويه ضربات كده في البدايه وحصل شويه نافق، ولكن نحمد الله على كل حال والحمد لله رب العالمين. أنا دلوقتي يا أحباب في الأيام الأخيرة من الدورة شوية معلومات بسيطة خدوا بالكم منها، لأن يا أحباب بيها أنت بتعدي دورتك حتى من أول يوم. عامل النظافة، عامل النظافة وعامل التدفئة، عامل النظافة وعامل التدفئة. خدوا بالكم من الحاجات دي كويس. دايما ميتك نظيفة على طول. المية بتاعك اللي في قلب ال 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 البطارية في قلب الجرادل دايما على طول انت بتغسلها اول باول، عشان لو في فيروس او ميكروب ولا اي حاجة انت دايما على طول اغسلها كويس لما تيجي تغير المية بتاعك. زائد الاكل بتاعك خد بالك منه، لا يكون في مثلا زبلة ولا اي حاجة من السبلة بتاعة الفراخ. الدور الاولاني سقط على الدور التحتاني في قلب العلافة. خد بالك من الحاجات دي كويس جدا قوي 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 قوي. سليم. زائد عامل التدفئة وعامل التهوية. التدفئة والتهوية في المكان يا جماعة ده عامل نجاح لأي دورة. انما تكتم المكان يبقى مكتوم، ده اكبر غلط. هيجيب لك مشاكل ياما، هيجيب لك تنفسي، هيجيب لك فيروسات تدمر لك الفراخ، هيعمل لك نافق. في الخنقة ديت هتلاقي يعني بصراحة ما لا تتوقعه. يبقى افضل حاجة دايما على طول المحافظة على درجة حرارة المكان مع التهوية. يعني انا في الدورة دي دفيت بحاجة يعني اول مرة ادف بيها، بس ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله ممتازة. يعني انا هوريها لحضراتكم، خليكم معايا لنهاية الحلقة، لان حاجة يعني ما شاء الله ما شاء الله، حاجة ممتازة 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 ما شاء الله. واخدين بال حضراتكم؟ فابقوا معايا لاخر الحلقه كده ان شاء الله رب العالمين، لان هي مفاجاه اتمنى تعجبكم ان شاء الله رب العالمين. واذا كنتم معايا لغايه دلوقتي صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش الاشتراك في القناه محبه في الله، وجزاكم الله كل خير. فيا احباب من اول الدوره عامل النظافه زائد نظافه العلافات ونظافه الادراج بتاعه البطاريه ونظافه الجرادل بتاعه الميه.
بكده ربنا هي يعني هتعدي بنسبة مثلا هقول لك 99%. شفت ازاي؟ عامل النظافه ما تسيبش يبقى فيه ريحه، دايما على طول كل يوم تنظف الادراج، اول ما تقوم الصبح تطلع تنظف الادراج، ما تخليش في ريحه امونيا في المكان، خلي الريحه متجدده على طول. سبق قبل كده زي ما قلت لحضراتكم انا بحافظ على درجه حراره المكان على طول، عندي شفاط في المكان، هرجع اوريه لكم تاني. انا سبق قبل كده واوريه لكم اهوت الشفاط اهو بفضل الله اهوت الشفاط ما شاء الله حوالي 60 سم في 60 سم، تاخدين بال حضراتكم. وفي عوامل تهويه انا دايما على طول كل ما مثلا الاقي الجو حار دايما انا بتابع على طول متابعه يا احباب عشان ربنا يبارك لك، اتعب في مالك ربنا هيبارك لك ان شاء الله رب العالمين. اطلع الاقي الجو حر اشغل الشفاط على طول يظبط الجو يبقى تمام التمام. فعشان تنجح بالدوره تحافظ على درجه الحراره، النظافه ثم النظافه ثم النظافه، وزائد ان الاوزان دي بقى والموضوع دوت لكل مجتهد نصيب، ربنا هيبارك لك وهيوفقك وهيدي لك الاوزان اللي انت عاوزها بفضل الله. عشان ما اطولش على حضراتكم، الشيء اللي انقذني الدوره دي وربنا جعله سبب ان شاء الله رب العالمين في نجاح الدوره، اللي انا دفيت بايه؟ بصوا كده حضراتكم بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الدفايه دي يا احباب، الدفايه دي تجيب دفايه زي ديت تقعد معاك ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسحب الكهرباء سيبك من لولك بتسحب كتير وبتسحب جامد لا 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 لا، أحسن من اللمض الحرارية وأحسن من الأنابيب والغاز والحاجات دي. يعني حاجة آمنة بفضل الله وبتدفي المكان وتظبط درجات الحرارة ما شاء الله، لها تايمر موجود ولها درجات حرارة ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالدفاية دي يا جماعة ممتازة في استعمالها في قلب الدورة. يعني ممكن تكون مكلفة الأول في البداية بس بعد كده هترتاح وتدفي المكان كويس. يعني الحمد لله رب العالمين. يعني أنا في نهاية الدورة أتمنى طبعا ربنا يتم عليا وعليكم يا رب ويوسع علينا وعليكم جميعا يا رب ويرزقنا الخير كله اللهم آمين يا رب العالمين. طيب يا أحباب كان يعني إيه فيديو خفيف بسيط كده، حبيت يعني إيه أعرفكم أنا بدفي بإيه، وكنت سعيد معاكم بالوقت الطيب اللي بقضيه معاكم. ربنا يجعل أيام كلها هنا وسعادة اللهم آمين يا رب العالمين. وأرجو منكم صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. تحياتي لكم، أرجو الاشتراك في القناة ومتابعة واللايك الجميل بتاعكم والصلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. وجزاكم الله كل خير. كان معكم من قناة الخير أبو عبد الهادي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.